عوافي على قلبك يا ابو قليب صافي عوافي. اليوم حنسوي لك كيكة طحيننا الابيض. طبعا هنا عندنا كيلو طحين ابيض وحطيت عليها خاشوقتين اكل هيل مطحون انا طاحنته، وحشوتها راح تكون جوز. وهنايا راح نضيف خاشوقة وحدة ملح، طبعا هيك تكون للكيلو مال الطحين. واكيد خمرة مع شاي خاشوقة ونص. هسه راح نخلطهم كلهم سوية كل زين، وبعدين نضيف الدهن. الناس اللي تقولي تعجنين بقشطة وتعجنين بلبن وتعجنين بهواي شغلات يعددوها بحليب، تراني عجينتي بمي والله. هسه ها راح اعجنها قدامكم وراح تشوفوها. هسه نسوي حفرة بالنص وراح نجيب الدهن ونضيفه. طبعا راح احاول اشتغل بالمقادير على مود الهواية اللي يسألوني عن المقادير. هذا الدهن مالتي ويكون لونه مو اصفر ناصع، لونه حلو على بياض. هذا القلاص اكيد بكل بيت موجود، هذا القلاص النايلون 6 بألف. فراح ناخذ المقادير بكيلو طحين ضفت عليها قلاص دهن. هسه راح اعجن واشوف الدهن كافي لو بعد اريد. الهوس اللي وراي قاعدين الجهال يلعبون ما عليكم بيها. طبعا بعد يريد دهن، تقريبا يريد بعد نص قلاص. راح افرغ بالتنكة واديره عليه. هنايا هذا النص كيلو هذا النص قلاص مال الدهين راح نحطه فوقه. وهسه راح ارجع اعجن اخلطها كل زين سوية. الدهن يدخل بكل الطحين. راح اوقف الفيديو لحد ما اخلص حتى لا يصير طويل. هنا ورا ما كملت بالدهن ها هيك تكون نفس القلاص ترسته ماي ضفته كامل فوقها. وهسه راح اعجنها نشوف يريد ماي بعد لو لا. طبعا ضفت نص قلاص ماي ثاني وراح اعجنها كل زين لحد ما تنعجن وتكمل وارجع اصور. هنا بعد ما عجنتها ولميتها جماعتها، وهسه راح اغطيها واعوفها ربع ساعة ترتاح ووراها ارجع اشتغل بيها.